الأهلي في مواجهة جديدة في دوري أبطال إفريقيا. النهارده الأهلي هيلاعب الهلال السوداني في الثالثة عصرا في السودان. مباراة قوية جدا، وهي هتكون الأولى للأهلي في دور المجموعات، طبعا بعد تأجيل مباراة القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. المباراة النهارده الأهلي بيفتقد فيها 9 لعيبة مرة واحدة، هم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، بالإضافة إلى إيقاف خالد عبد الفتاح وغياب رباعي الشباب محمد كريستو وعبد الرحمن الرشدان وكريم الدبيس مين تاني، كريم الدبيس ورأفت خليل، دول المشاركة في بطولة أفريقيا للشباب. طب الأهلي النهارده بيتفوق تسويقيا على مين؟ على الهلال السوداني، لأن الأهلي قيمته التسويقية 29 مليون يورو مقابل 2 مليون يورو للفريق السوداني. كمان طب مواجهة الأهلي قبل النهارده كان بيعمل إيه مع الهلال؟ الأهلي والهلال لعبوا 10 مباريات، الأهلي تفوق في 4 وتعادل زيهم في 4 برضه وخسر مباراتين. الأهلي قدر يسجل في الهلال 8 أهداف واستقبل في شباكه 6 أهداف، يعني المباراة بيبقى فيها أهداف كتير. طيب الأهلي عموما بيعمل إيه مع الفرق في السودان؟ الأهلي مع فرق السودان قدر يكسب 10 مباريات من 19 مباراة، كسب 10 من 19 واتغلب في 3 وتعادل في 6، وسجل في مرمى الفرقه ديت 27 هدف واستقبل 14 هدف. طب تشكيل الاهلي المتوقع ايه؟ هيبقى محمد الشناوي طبعا في حراسه المرمى لا خلاف، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي وعلي معلول. في وسط الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، وهيلعب بقفشه صانع العاب. وفي الهجوم 3 حسين الشحات واحمد عبد القادر، وفي الهجوم محمد شريف. طيب ترتيب المجموعه، طبعا صن داونز في المقدمه ب6 نقاط لانه لعب ماتشين وقدر يفوز على الهلال والقطن الكاميروني، لكن الاهلي لسه ما بداش، عشان كده هو هيبقى في المركز الثاني والهلال في الثالث والقطن الكاميروني في المركز الرابع.